السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي قناة نكهة الزهراء. اليوم جبت لكم واحد طبق مغربي تقليدي بسيط وصحي كنعرفوه كاملين، هو الخبيزة او البقولة، بمكونات قليلة ومتوفرة وطريقة سهلة. كنحضروا أكلة بنينة كتفكرنا بريحة الدار وايام زمان. المذاق ديالها غني وكيعجب الكبار والصغار. الا كنتي كتحبي الماكله التقليديه الصحيه والسهله في التحضير فهاد الوصفه غادي تعجبك بزاف. نبداو على بركه الله. بسم الله. كنحتاجو خبيزه اللي نقيناها وغسلناها مزيان وقطعناها. كنحط البقوله ديالي في برمه او طنجره الضغط وكنضيف عليها الماء حتى كيغطيها وكنخليها تسلق. يمكن لكم تفوروها الا بغيتو، ولكن هذه طريقه سهله وسريعه باش توجد لكم. نغطي عليها وكنخليها تسلق، راه ما كتاخدش لكم مده طويله. علاش قلت لكم باللي من الاحسن تسلقوها؟ شوفوا الكميه ديال الماء اللي درت، ما حتى هي كتهبط وداك الماء كامل وشرباتو. عاد باش طابت، باش كتعرفوها طابت، راه ملي كتقلبوها كتولي لكم على هاد الشكل، غير كتولي لكم بحال هكا. صافي كتطفيو عليها النار وكتصفيوها وكتخليوها تستقطر مزيان من الماء. كندوزو كنكملو باقي المكونات في نفس البلاصه اللي سلقناها فيها. كنضيف زيت زيتون، مطيشه اللي تكون محكوكه 2 حبات ضروري باش تجي البقوله ديالنا محمضه. كنضيف الحامض مصير مقطع وقزبر ومعدنوس. كنضيف كذلك توم اللي كنقطعو على هاد الشكل رقيق، وكنخلي الكل يتشحر مزيان. غير كيتشحروا ليا هاد المكونات وكنضيف البقوله ديالي وكنبدا نمزج الكل مع بعضياته، وكنبدا نضيف التوابل اللي كنحتاج فيهم: الملح، الكمون، ابزار، تحميره، خرقوم، سكينجبير، الهريسه. كنضيف كذلك في هذا الاثناء زيتون حمر اللي كنحيد ليه العظم ديالو، وكنبدا نحرك في الكل. كنغطي عليها وكنخليها طيب، ومره مره كنحركها باش ما تلصقش ليا. وهكا كتكون البقوله ديالنا وجدات. شوفوا ليا كيفاش كتجي زوينه وبنينه. وهكا كنكونوا وجدنا خبيزه او بقوله لذيذه وبنينه، خفيفه على المعده وصحيه بزاف. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وكتبوا لي في التعليقات شنو الطبق التقليدي اللي باغيين تشوفوا المره الجايه.